اتفضل عليك. ماشي. تعال كابتن كمشي. محدش يضربه يا عم، لا محدش يضرب، محدش يضرب، محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه، محدش يضربه. الجيش اهو هيتصرف، محدش يضربه. الجيش اهو، الجيش اهو خلاص. الجيش خلاص موجود. خلاص محدش يضربه.
ها؟ ايه؟ بالراحه 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 بالراحه. خلاص وقع على وشه وقع على وشه وقع على وشه يا جدعان، وقع على وشه. مش عايزين حد يموت، مش عايزين حد يموت. ما نموتش حد، احنا مش عايزين نموت حد، احنا مش عايزين نموت حد. انتوا يا عم كلمني اللي هيقف يا ابني عن الايه؟ راح بس نفسك، اهم حاجه تلمس وشك. ما تحطش حتى عليها خل، ما تحطش اي حاجه. خلاص يا عم، خلاص انا حرام. ايه راح فيها؟ اقفل يا عم لا تتكسر. اقفلوا يا جدعان عشان ما تتكسرش. يا رب.
اتفضل. انا كنت امبارح في التحرير، انا مش من القاهره. اسمك الاول؟ اسمي شهاب لطيف من الاقصر. كنت طالع من شارع الشيخ ريحان في وزاره الداخليه، طلعت على التحرير من طلعت حرب، لقيت المسيحيين متظاهرين سلميه بيقولوا كوريا لايسون، رافعين الصلبان، مفيش حد فيهم بيضرب طوبه على حد. الساعه كام الكلام ده؟ 8:30 9 الحدود دي. بس فلقيت الجيش الدبابات شغاله تمشي يمين وشمال بتدوس في المسيحيين وبيضربوا بالذخيره بتاعت الدبابه. تمام. بعد كده ايه؟ ابتدوا المشاه كان في الهواء ولا على الناس ضرب النار؟ نعم؟ كان ضرب النار كان في الهواء ولا على الناس؟ لا الدبابه في الهواء. الدبابه كانت في الهواء، بس كان بيضربوا نار في الهواء، وهم الدبابه تروح شمال يمين تدعك في المسيحيين. بعد كده المشاه نزلوا في اللي هو مش عارف اسمه ايه تبع الشرطه العسكريه، ابداوا ماما نزلوا علينا ضربوا نار، طلعنا نجري، اللي بيموت واللي بيتضرب بالقنابل المولوتوف من فوق الكوبري بيموت. تمام. اطلعوا علينا طردونا لحد مترو الدقي، لغايه مترو الدقي بيضربوا علينا نار. في واحد كان ماشي معانا لما مشيت الصد خد طلقه في راسه، خد طلقه في ظهره، ما عرفتش ابص عليه، طلعت اجري، قلت هموت من سكته قلبيه يا هموت من رصاص ظهري. تمام. اللي حدفوا عليكم كانوا بيحدفوا عليكم مولوتوف من فوق تبع الكوبري. الجيش، الطيارات الاسلاميه كانت مع الجيش ماسكه سلاح ابيض، الطيارات الاسلاميه كانوا مع الجيش وكانوا من فوق الكوبري بيضربوا مولوتوف. في واحد اترمى عليه قنبله ولع كله في التحرير. بقينا نجري، انا جيت مع جماعه دخلنا بنزيمه حاطين الشريط بتاع منطقه عمل طوارئ، جينا نجري ورا، نطيت من فوق رحت وقعت على ايدي. طبعا الدوسيه وقع، فلوس وقعت، مش عارف بطاقه وقعت، كله مش مشكله، ما كناش بنبص على حاجه، كنا بنجري. المهم لغايه مترو الدقي رحت حفيان مترو الدقي مع الجزمه واقعه، نجري جزمه برباط شد كده مش عارفين بنجري. بس كده؟ عاوز تقول حاجه تاني؟ المشير طنطاوي لازم يقرر، الراجل ده سفاح. المشير طنطاوي بيقتل في المسيحيين، والتلفزيون المصري يقول لك 19 واحد مات. 19 ايه؟ ده اكتر من 53 واحد مات. 19 ايه؟ لازم المشير يتحاكم. دم المسيحيين كانوا معانا اخوه مسلمين بيساعدونا ويجوا معانا، كانوا معانا امبارح اخوه مسلمين. في حد منهم مات ولا كان معرفش، بس كانوا معانا ايد واحده، المسلمين كانوا معانا ايد واحده، معانا ما حدش فيهم، ما حدش ضربنا، كانوا معانا بيصوروا واحد شني منهم، اخوه المسلمين. المشير بيقتل المسيحيين، مشير طنطاوي لازم يتعدم. المشير. طيب انا اسمي اسامه الحكيم مصري مسلم، وما بحبش اقول كده عشان كلنا مسلمين، يعني ما بحبش اعرف نفسي بالديانه، ولكن عايز احكي اللي حصل امبارح. انا جيت ما لحقتش المسيره فقلت الحق عند ماسبيرو، فرحت كان الضرب قرب، يعني الضرب خلاص ابتدى، المسيره داخله على ناحيه ماسبيرو، الجيش ابتدى ضرب نار عشان يرد المسيره عشان كان عددها كبير. فالناس شافت كده طبعا صارت، وبعد كده في مدرعه هجمت على الناس وداست ناس كتير من الناس اللي كانت جايه من المسيره، وموتت اكيد ناس منهم يعني. وبعد كده ابتدى ضرب. شفت حد بعينيك اتداس في لا ما شفتش حد اتداس، لكن شفت الدم بتاعهم وشفت الصور، يعني كان واحد صاحبي اسمه مينا صورهم هو بالموبايل بتاعه، فشفت الصور كلها يعني. اكيد طبعا مش صور فوتوشوب اللي احنا صورها يعني. بعد كده ده طبعا كان تصرفات الجيش، ابتدى الامن المركزي يلتحم مع الجيش ويخش يضرب في المظاهره او في المسيره، يعني ضرب خرطوش وقنابل مسيلة دموع. ابتدوا يرجعوا الناس لورا، بعدين جم من فوق الكوبري ومعاهم بلطجيه. هتقول لي عرفت مين اللي جم فوق الكوبري؟ الامن المركزي ومعاه بلطجيه، وكان في افراد من الجيش بس وراهم. هتقول لي عرفت منهم بلطجيه. البلطجي ده بيبقى باين ان هو ماسك سلاح، سنجه، سيف، شومه، معاه ازايز وعمال يحدف، اكيد ده بلطجي. ولما تلاقيه داخل مظاهره اكيد، او لو هو داخل مظاهره بيأيد الجيش مش هيخش يسب الدين، وبعد ما يسب الدين يقول لك اسلاميه، الحاجه اللي هم محافظينها لهم عشان يعملوا فتنه بين المسلمين والمسيحيين. انا كنت مع المظاهره، انا مسلم، كنت مع المظاهره اللي هي ماشيه مع المسيحيين. ليه؟ عشان ده حق. لا مش هفكر بقى ده مسلم ولا مسيحي، مسلمين. فلما افكر ان في ناس ليها حق هقف مع اي حد
مهما كانت ديانته. ليه؟ احنا كلنا بني ادمين وعايزين حقنا عشان دي بلدنا. فاللي جاي من بره ده وجاي يقول لك اسلاميه اسلاميه ويسب الدين ويعور ويضرب ويموت ناس، اكيد الحاجه دي معموله ومتدبره قوي. ليه؟ عشان عايز يفرق ويعمل حاجه، عايز يولع في حاجه عشان يعمل اللي هو عايزه. وبعد كده طبعا الاهالي اللي جنب بسبيرو مش عارفه اي حاجه، فافراد من الجيش كانت بتروح تتكلم معاهم بتقول لهم، يعني ده حد من الاهالي قال لي والله الكلام ده، قال لي ان الإقباط بيموتوا في الجيش وبيحرقوا المصحف. انت شفت حاجه من ده؟ لا طبعا، لو شفت حاجه زي كده كنت هقف، اكيد كنت هحرض على اللي بيعمل كده، عشان برضه اللي هيعمل كده هيبقى دخيل جاي يولع في حاجه، جاي يعمل حاجه غلط. واحد تاني صاحبي كان بيكلمني بيقول لي انا في المترو، والاذاعه في المترو بتقول الحقوا الاقباط عند بسبيرو بيموتوا في الجيش، بيموتوا منهم عساكر وبيحرقوا المصحف عشان يسخنوا الناس. انت عارف الشعب ده الاذاعه الداخليه بتاعت المترو نفسه؟ محمد نجيب في كذا مترو. هو صاحبي ده كان في مترو القبه، انت كنت في محمد نجيب. ناس تانية كانت في رمسيس المرور كان موقفها، فالناس بتنزل تسال امراء الشرطه في ايه، كان منهم واحد صاحبي فبيسالوا في ايه، مش عارف او بيعمل مش عارف، فبيقول له المسيحيين عند بسبيرو بيموتوا في الجيش، بيموتوا منه عساكر، نفس الكلام، وبيحرقوا المصاحف. ليه؟ عشان يعمل فتنه، عايز يخلق ضغينه بين الناس وبعضها. انا عايز اقول كلمه واحده بس، الناس اللي راحت ده مش عند المسيحيين بس، عند المصريه يعني جايبين. هو في كم مشهد مركزين عليه، في كم مشهد مركزين عليه، ربنا طبعا اول حاجه، وكل مصر هتاخده معانا ومشهد هم بيحرقوا بالذوق بالقوه، ناخد حق الناس دي عشان الناس دي ليها حق. انت مشيت الساعه كام من هناك؟ مشيت الساعه كام من هناك؟ انا مشيت من هناك على الساعه حوالي قبل واحدة. مشيت على 12، كنت في وسط البلد، الجيش كان بيزنق الناس في الشوارع الجانبيه، في شارع التحرير، شارع صبري ابو علم، كان بيفرقهم عشان كان في مظاهره بتقول لك الجيش والشعب ايد واحده. الجيش كان حاميها طبعا في الصينيه في التحرير، وعشان التلفزيون الجميل المصري يصور الكلام ده، يقول لك ما الجيش والشعب ايد واحده اهو. امال ايه اللي بيحصل ده؟ يعني فتنه طائفيه. منهم لله. يا ولاد الراس مكسور السهل يا ولاد، خد منديل ناس عليه بالدبابة يا ولاد. يا شنودة، يا شنودة، دم شنودة مش هيروح هدر، دمه مش هيروح هدر. مش عارفين مش ايوه عشان هو شكله مش هيقدر هتكلم مكان. احكي اللي حصل معاك انت. اللي حصل شنودة راح المظاهرة. انتوا منين اصلا؟ من المنيا. جيتوا المظاهرة منين؟ من مغاغة من كرة شنين. جيتوا المظاهرة منين؟ جينا المظاهرة، طلع من المظاهرة هو وجوز اخته من الدوران بتاع شبرا. اتقابل هو وجوز اخته في شبرا. هم قاعدين في شبرا يعني ولا كان جاي له مخصوص عشان المظاهرة؟ هو ساكن في العمرانية، وتقابل هو وجوز اخته في العمرانية في شبرا، ومشوا مع بعض رايحين مسبير. الضرب اشتغل، كله جري. جوز اخته سابه وجري وهو جري. دورت مستشفيات البلد كلها النهارده، حتى مشرحة زينهم ورحتها مش هناك. ثالث مرة اجي واشوف الجثة وما اعرفهاش، دايسين عليه بالعربية على راسي. يعني انتوا لحد دلوقتي ما لقيتوهوش؟ اهو جوا. امه تقول دقق مار صورة ماري جرجس، دقق صورة ماري جرجس، في حزازة في ايده موجودة، في حزازة في ايده، لابس شراب ابيض، لابس شراب ابيض. كلهم النيابه ادت لهم سكته قلبيه، في جثث هنا مديالهم ده من داس على راسه. خش صور. هو اللي فعلا شنودة ده اللي داس على راسه وشه مضرعه الجيش، مفحور وراسه مفتوحه من ورا، العظم ومخه طالع كله جوا. هو شنودة نصح عطيه رزق من المنيا، من مغاغه، من قريه شنين النصارى. يعني انتوا اتعرفتوا عليه مش من شكله؟ اتعرفنا بالاستك اللي في ايده، بالصوره، بالشراب، بالقميص. قالوا امه قالت لابس قميص ابيض. الست طبعا هنا مخلى عينه ملط ومغطينه بقميص ابيض، فاهم، مغطينه بشاشه بيضه كده.
رحت ايه وعايزين نشوف لبسه فين، جابوا لنا لبسه هو لبس. حاجة تانية عاوز تقولها؟ ايه حاجة تانية عاوز تقولها؟ حاجه تانية وعايز اقولها، مش عارفين. انا اتصلت من ربنا كبير من ربنا جه ومن ربنا فلوسي وجزمتي ماشي حكيان، وورق كنت جايبه ضاع، ما كنتش معايا حاجه. بدايتنا في الدوران. اسمك الأول؟ يباوي ابراهيم مليك. يباوي ابراهيم مليك. بدايتنا في الدوران، والمسيره مشيت من الدوران لحد القللي. من فوق الكوبري ضرب علينا طوب وضرب نار. مين اللي ضرب عليكم طوب؟ معرفش جاي منين. مولوتوف. ضرب نار مولوتوف اللي فوق الكوبري. ضرب نار. القنابل المولوتوف. من اول الاولى عند النفق. انا بوضح له بس من عند النفق. برضه كنا نجري من تحت النفق عشان الطوب بيجي علينا من فوق، بنضرب ضرب نار من فوق. كنا نجري دخلنا لحد ما تعرفش مين اللي كان فوق الكوبري؟ ما تعرفش، جاي ضرب النار جاي من ناحيه القللي. بعد كده رحنا ناحيه الزبير، اول ما دخلنا ضرب النار اشتغل علينا زي الرز. أول ما وصلتوا على طول من غير أي حاجة؟ أول ما وصلنا ضرب النار زي الرز. الدبابات دبابتين، دبابة تروح ودبابة تيجي تخش على الناس. مدرعة. واحدة تروح وواحدة تيجي، تطلع فوق الرصيف. تطلع فوق تنزل تاني وترجع تاني ويفرج الناس وراجع تاني. فين الكلام ده؟ أول ما دخلنا. كان الساعة كام تقريبا؟ حوالي الساعة 5:30 يا باشا 6:15. رصاص الحرق خرق كانوا بيضربوه. رصاص ضوئي حي. لا الحرق خرق حرم دوليا. من ساعة ما دخلنا ضرب النار شغال. من ساعة ما ضرب النار ابونا قال لك يلا يا جدعان خش الشهاده. دخلنا تاني ضرب النار شغال، البابا كانت بتخش علينا بتفرج ناس كلها. يروح ويرجع كانه داخل سبك. وبعدين انا طبعا نطيت في البحر، مشيت من ناحيه البحر من تحت. ناحيه بعد جوه السور يعني عديت لحد الكوبري. كوبري ايه؟ كوبري اكتوبر. والضرب اشتغل بعد كده، هم ضربوا فينا شغال، ضرب راح جاي. انت ما كملتش للاخر يعني؟ لا كملت، بس ضرب نار، هم ولعوا الدبابات. مين؟ هم ما نعرفش بقى جيش ولا بلطجيه. هم اللي مولعين الدبابات. الدبابه اللي هناك دي ولعين طايره. بعد كده ايه اللي حصل بعد ما سبيرو بقى؟ رحتوا فين؟ بعد ما سبيرو انا جري، انا طبعا واحد خدني مع الكوبري روحني. بس انا ما كملتش بعد كده. ما تعرفش بقى بعد كده حصل؟ ما كملتش بعد كده. شكرا.